فيلمنا النهاردة بيبدأ بمركب صيد عايمة في وسط البحر، وعلى المركب دي بنشوف 2 صيادين وهم بيصطادوا، ولأنهم ما بيبقوش لاقيين أي سمك واحد منهم بيقرر يحرك المركب، وبمجرد ما بيقرب من جزيرة معينة زميله بيوقفه وبيبان إنه خايف جدا وبيطلب منه يبعدهم عن الجزيرة دي في أسرع وقت ممكن، وده لأنه سمع إن في وحوش بحر كتير عايشين فيها. فبيرد عليه زميله وبيطمنه وبيعرفه إن دي مجرد خرافات، وإن الصيادين هم اللي بيقولوا كده علشان في هناك سمك كتير، وبيأكد له إن وحوش البحر ملهمش أي وجود من الأساس. وبيروح يشغل الموسيقى اللي هو بيحبها وبيقرب من الجزيرة أكتر، وبيبدأ يسحب شبكة الصيد وبيطلب من زميله يستعد. وفي اللحظة دي واحد من وحوش البحر بيشوف المركب وبيطلع للسطح وبيقرب منه وبيبدأ يسرق حاجات من عليه، وفجأة واحد من الصيادين بيشوفه وبيترعب وبينادي لزميله، وساعتها الوحش ده بيخاف وبيغوص بسرعة علشان يهرب، ولكنه لسوء الحظ بيقع في الشبكة بتاعت الصيادين وما بيكونش قادر انه يحرر نفسه منها، وبيحاول يهرب من الشبكة بأي طريقة وبيشد المركب بكل قوته. ولما الصيادين بييجوا يسحبوا الشبكة بتتقطع والوحش بيفلت منها، وفجأة الوحش بيظهر من تاني وبينط من فوق المركب وبيهرب بسرعة. وفي اللحظة دي الصيادين بيبقوا مصدومين من اللي هم شافوه وما بيكونوش واخدين بالهم من الحاجات اللي وقعت من المركب. وفي تاني يوم الصبح في نفس المنطقة تحت البحر بنشوف وحوش كتير واللي بيبقوا عايشين حياتهم في أمان وبيبان إنهم مسالمين جدا. وفجأة بنشوف واحد من الوحوش دي اسمه لوكا وهو بيصرخ وبيقول إن والدته هتقتله، وده لأن السمك اللي هو بيرعاه وبيهتم بيه هرب منه، وبيضطر إنه يجري وراهم ويطاردهم وبيحاول يمسكهم واحدة ورا التانية، وفعلا بيقدر إنه يعمل كده وبيجمعهم كلهم مع بعض من تاني. وبعدها بيقود السمك وبينطلق بيه وهو بيسلم على كل الوحوش اللي بتقابله، وبيفضل ماشي بالسمك لحد ما بيوصل لمكان فيه شعب مرجانية كتير، وهناك بيسيب السمك علشان ياكل وبيروح يقعد على صخرة، وبيبان إنه حاسس بالملل الشديد لأن مفيش أي حاجة يعملها. وبعد شوية لوكا بياخد باله من سمكة بتلعب في حاجة معينة، فبيروح يستكشف الحاجة دي وبياخدها وما بيبقاش عارف إنها منبه، وبالصدفة بيشوف ورقة كوتشينة وبيروح ياخدها هي كمان، ولأنه فضولي جدا بيبقى فرحان بيهم ومتأكد إنهم جايين من السطح. ولكنه أول ما بيشوف مركب معدي من فوقه بيخاف وبيترعب جدا، وبياخد السمك وبيستخبى بسرعة في كهف معين، وبيفضل يتخيل إنه قرب من سطح البحر ولكنه ما قدرش يخرج منه. وفجأة والدة لوكا بتنادي عليه وبتقوله إن الغدا جاهز، وفعلا لوكا بيستعد علشان يمشي ويرجع للبيت، وقبل ما يعمل كده بيشوف مفتاح بيلمع قدامه وبينبهر وبيبقى عاوز يروح ياخده، ولكنه بيتراجع عن قراره وبيروح يخبي المنبه وورقة الكوتشينة في الكهف، وبياخد السمك وبيرجع للبيت، وهناك بيقابل والده ووالدته وكمان جدته اللي بيطمنوا عليه وبيبان إنهم بيحبوه جدا. ولما والدة لوكا بتعرف إن كان في مركب قريب منه بتتضايق وبتسأله هو عمل إيه، فبيرد عليها لوكا وبيقول لها إنه استخبى بسرعة زي ما هي علمته، وبيسأل عيلته عن المكان اللي المراكب دي بتيجي منه. وساعتها والده ووالدته بيتصدموا من سؤاله على عكس جدته اللي بتعرفه إنها بتيجي من مدينة البشر اللي فوق سطح البحر، وبتحكي له إنها زارتها قبل كده من فترة طويلة. فبينبهر لوكا لما بيفهم إن في عالم تاني غيرهم وإن جدته زارته قبل كده. وقبل ما جدة لوكا تكمل حكايتها والدة لوكا بتقاطعها وبتزعق لابنها وبتفكره إن الفضول بيقتل وإن السمكة الفضولية سهل اصطيادها، وبتحذره من إنه يقرب من السطح نهائيا، وبعدها بتديله أكله وبتطلب منه يرجع يكمل شغله. ولما والدة لوكا بتلاحظ إنها كانت عصبية زيادة عن اللزوم بتحاول تهدي نفسها، وبتروح للوكا قبل ما يمشي وبتفكره إنها أكتر حد بيحبه وبيخاف عليه. وساعتها لوكا بيودعها وبياخد السمك وبيرجع لنفس المكان اللي كان فيه، وبيروح ياخد المفتاح وبيستكشف المكان أكتر وبياخد كل حاجة بيلاقيها قدامه، وبينبهر لما بيشوف آلة موسيقية وبيفضل يتفحصها باستغراب. وفجأة في غواص بيوصل لنفس المكان وبيقرب من لوكا اللي بمجرد ما بيشوفه وبيلاحظ الرمح اللي في إيده بيتصدم جدا وبيجري بسرعة وهو خايف ومرعوب وبيدخل يستخبى في الكهف. وساعتها الغواص ده بيقرب منه أكتر وبيحاصره وبيستعد علشان يقتله، ولكنه فجأة بيقلع الخوذة وبيبان إنه وحش بحر زيه بالظبط، وبيكمل وبيقلع بدلة الغوص اللي كان لابسها وبيعرف نفسه لوكا وبيقوله إن اسمه ألبرتو، وبيروح يجمع الحاجات اللي كانت واقعة من البشر في البحر. وفي الوقت ده بنعرف إنه نفس وحش البحر اللي قابل الصيادين وكان بيحاول يسرقهم، واللي بيروح ياخد العصا بتاعة لوكا وبيتجه ناحية السطح. ولما لوكا بيروح وراه بيلاقيه خرج من البحر وتحول لشكله البشري، وفجأة ألبرتو بيستخدم العصا
وبيسحب لوكا وبيخرجه من البحر، وساعتها لوكا بيتحول لشكله البشري هو كمان وبيتصدم وبيفضل يصرخ من الخوف. وفي الوقت ده ألبرتو بيفهم إنه أول مرة يخرج من البحر وبيطلب منه يتنفس بهدوء، وفعلا لوكا بيعمل كده وبيهدى وبيفضل يتفرج على كل حاجة حواليه، وبيبان إنه منبهر جدا من شكل الأمواج والنباتات والطيور اللي في السماء، وبيمثل إنه مش مهتم بكل ده، وبيقول لألبرتو إن المفروض ما يبقاش هنا، وبيروح ياخد العصا بتاعته من ألبرتو وبيغوص في البحر وبيسيبه وبيمشي. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف لوكا وهو بيفكر في اللي حصل معاه، وفي تاني يوم الصبح لوكا بيصنع تمثال من الصخور علشان السمك ما يهربش، وبعدها بيروح يقرب من السطح وبيبقى متردد في إنه يخرج، ولكن فجأة ألبرتو بيجي وبيديله حاجات من اللي هو بيجمعها وبيطلب منه يخرج وراه، وساعتها لوكا بيستجمع شجاعته وبيخرج وراه فعلا، وأول ما جسمه بيجف من المية بيبدأ يتحول لشكله البشري، ولكنه لما بيجي يمشي ما بيبقاش عارف يتحرك من مكانه، وساعتها ألبرتو بيتدخل وبيبدأ يشرح له إزاي يقدر يمشي، وفعلا لوكا بينفذ كل اللي ألبرتو بيقوله وبيفضل يفشل في كل مرة، وبعد محاولات كتير بيقدر إنه يخطي أول خطوة في حياته وبيفرح جدا. وفي الوقت ده ألبرتو بيبدأ يعرفه بنفسه وبيفهمه إنه عارف كل حاجة عن البشر، وبعدها بياخدوا البرج مراقبة مهجور على الجزيرة وبيعرفوا إن البرج ده هو بيته، وإن والده مش موجود معاه معظم الوقت، وعلشان كده هو بيعمل كل حاجة بيحبها، وبيفهم لوكا إن السطح فيه حاجات كتير مميزة زي الهواء والشمس والسماء، وبيروح يوقع نفسه من فوق البرج وبيشرح له فكرة الجاذبية، وبعدها بياخد لوكا وبيطلعوا فوق البرج وبيوريله كل حاجات البشر اللي هو جمعها، وفي الوقت ده لوكا بيكون منبهر جدا بكل حاجة موجودة حواليه، وبينبهر أكتر لما بيشوف صورة دراجة نارية متعلقة على الجدار وبيسأل ألبرتو عليها، وفي اللحظة دي ألبرتو بيقوله إنها أعظم اختراعات البشر وإن اسمها فيسبا، وبيعرفه إنها قادرة تاخده لأي مكان ممكن يتخيله بكل سهولة، فبيفرح لوكا وبيفهم ألبرتو إنه عنده كل القطع وبكده ممكن يصنع واحدة زيها، وساعتها ألبرتو بيستغل الفرصة وبيأكد له إنه ممكن يعمل كده فعلا، وبيسأله إذا كان هيفضل معاه علشان يساعده في صنعها، ولكن وقتها لوكا بيقلق وبيقوله إنه لازم يرجع للبحر بسرعة، وده لأن عيلته لو عرفت إنه خرج للسطح هتعمل له مشكلة كبيرة. وفي نفس اللحظة دي لوكا بيبص على صورة الفيسبا وبيكون موهوم بشكلها، وبعد شوية بنشوفه وهو بيساعد ألبرتو في صناعة الفيسبا، وبيفضل كل شوية يقول إنه اتأخر ولازم يروح دلوقتي، ولكنه ما بيعملش كده، وبمجرد ما بينتهوا من صناعة الفيسبا لوكا بيدرك إنه اتأخر جدا وبيودع ألبرتو وبيمشي، ولما بيرجع للبيت والدته بتشوفه وبتسأله عن سبب تأخيره، فبيتوتر لوكا وبيخاف وما بيبقاش عارف يرد عليها، ولكن فجأة جدته بتتدخل وبتحاول تنقذه من الموقف اللي هو فيه، وبتعرف والدة لوكا إنها بعتت له من شوية علشان يجيب لها خيار بحر، وساعتها والدة لوكا بتهدى وبتطلب منه يعرفها قبل ما يروح أي مكان، وبمجرد ما بتمشي لوكا بيروح لجدته وبيشكرها. وفي تاني يوم بنشوف لوكا وهو على الجزيرة مع ألبرتو اللي بيفهموا إنهم لازم يجربوا الفيسبا دي مع بعض وينزلوا بيها من على المنحدر، ولما لوكا بيشوف المنحدر ده بيخاف جدا وبيرفض، وبيروح يثبت له قطعة خشبية في نهاية المنحدر علشان يطلع ويطير من عليها، وفعلا ألبرتو بيتحرك بالفيسبا وبينزل بسرعة بفضل الجاذبية، ولكن للأسف الفيسبا بتتفكك وبتتدمر منه جزء ورا التاني، وده لحد ما بيوصل للقطعة الخشبية وبيطلع عليها وبينط في البحر. وبالرغم من اللي حصل ده ألبرتو بيبقى فرحان جدا وبياخد لوكا وبيرجعوا بسرعة علشان يصلحوا الفيسبا من تاني، وبعد شوية لوكا بيلبس قميص زي البشر وبيروح ينط في البحر زي ألبرتو، وبيفضلوا هما الاتنين يرقصوا وبيستمتعوا بوقتهم مع بعض، وكمان بيروحوا يراقبوا الصيادين وبيقلدوا طريقة كلامهم. ومن ناحية تانية والد ووالدة لوكا بيلاقوا الحاجات اللي هو كان مخبيها وبيكتشفوا التمثال المزيف اللي هو كان صنعه من الصخور، وبنرجع تاني لوكا اللي بيفضل يعدل على تصميم الفيسبا، وده لحد ما بيوصل للتصميم المناسب وبيصلحها بمساعدة ألبرتو. ولما بيرجعوا للمنحدر ألبرتو بيفهم لوكا إن السلحفة هي اللي هتثبت لهم القطعة الخشبية، وبيطلب منه يركب معاه علشان الفيسبا ما تتفككش زي المرة اللي فاتت. ولما ألبرتو بيلاحظ إن لوكا لسه خايف بيحاول يطمنه ويشجعه وبيقنعه إن الخوف هو اللي مسيطر عليه ومخليه مش عاوز يعمل كده، وبينصحه إنه يتخلص من الخوف ده ويزعق له بصوت عالي ويسكته. وفعلا لوكا بيزعق بصوت عالي وبيتشجع وبيركب ورا ألبرتو، وبينطلقوا بالفيسبا هما الاتنين وبينزلوا على المنحدر بسرعة جنونية، وقبل ما الفيسبا تتفكك لوكا بيمسك في ألبرتو وبيوصلها لبعضها، وبينطلقوا ناحية القطعة الخشبية وبيطلعوا
فوقها وبيطيروا في السما. ولما لوكا بيفتح عينيه بينبهر جدا بجمال المنظر وبيشوف الطيور اللي طايرة جنبهم، وبمجرد ما بيلاقي صخرة قدامهم وبيفهم انهم هيقعوا فوقيها بيترعب وبيفصل الفيسبا عن بعضها وبيقع هو وألبرتو في البحر بعيد عن الصخرة. وفي الوقت ده هما الاتنين بيبقوا فرحانين جدا باللي هم عملوه. وفي نفس اليوم بالليل لوكا وألبرتو بيتفرجوا على السما وهم منبهرين، ولأن لوكا فضولي جدا بيسأل ألبرتو عن الأضواء الصغيرة اللي موجودة في السما، فبيرد عليه ألبرتو بيقوله إن دي مجموعة من الأسماك المضيئة، وإن القمر ده هو السمكة العملاقة اللي بتحميهم، وبيعرفوا إنه لمسها قبل كده. فبينبهر لوكا وبيبقى شايف إن حياة ألبرتو أفضل من حياته بكتير، وده لأنه دايما عايش في البحر وعمره ما راح لأي مكان جديد. وبيشكر ألبرتو لأن من غيره ما كانش عمره هيشوف أي حاجة، وبيسأله إذا كان راح لمدينة البشر اللي موجودة في الناحية التانية من البحر. فبيرد عليه ألبرتو بيقوله إنه لسه ما راحش لهناك، ولكن زمان والده كان بيحكي له عنها وعلشان كده هو حافظها. فبيحزن لوكا وبيقول لألبرتو إن عيلته دايما كانت بتحذره من إنه يقرب للسطح، وبيتمنى لو كان عنده عيلة زي عيلته وكمان فيسبا حقيقية. وبيفضل يتخيل إنهم راكبين فيسبا ومنطلقين بيها وسط مجموعة كبيرة من الزهور، وكمان بيتخيل إن في فيسب تانية كتير بتجري حواليهم. وساعتها هو وألبرتو بينطلقوا بسرعة وبيطيروا في السماء، ووقتها لوكا بيشوف الأسماك المضيئة اللي ألبرتو كان بيتكلم عنها، وبيقرب من القمر اللي بيكون عبارة عن سمكة عملاقة وبيبان إنه في قمة سعادته. وفجأة لوكا بيصحى من النوم وبيكتشف إنه كان بيحلم، وبيخاف جدا لأنه اتأخر، وبيودع ألبرتو وبيرجع للبيت بسرعة. وكالمتوقع والده ووالدته بيبقوا مستنيينه، وبيبان إنهم متعصبين جدا وبيسألوه هو جاب حاجات البشر دي منين وليه طلع للسطح. فبيتوتر لوكا وما بيبقاش عارف يرد، وبيحاول يطمن والده ووالدته وبيعرفهم إن السطح مش مكان خطير زي ما هم متخيلين، وبيوضح لهم إنه طول الوقت كان مع صديقه ألبرتو وإنه وحش بحر زيه بالظبط. وقبل ما لوكا يكمل كلامه والده ووالدته بيقطعوه وبيزعقوا له وبيعرفوه إنهم جابوا له عمه علشان ياخده ويعيش معاه. وفي اللحظة دي لوكا بيخاف وبيتصدم جدا من اللي هم بيقولوه، وبيفهم إنهم عاوزينه يروح يعيش مع عمه في أعماق المحيط. ولما والدة لوكا بتلاحظ قد إيه هو حزين ومصدوم بتحاول تخفف عنه، وبتوضح له إن العالم مكان خطير جدا، وبتفكره إن البشر بيصطادوا وحوش، وعلشان يقدروا يحموه لازم يروح يعيش مع عمه في أعماق المحيط. فبيتضايق لوكا من كلام والدته وبيسيبها وبيمشي وبيخرج من البيت، وبيروح بسرعة لألبرتو وبيعرفه كل اللي حصل معاه، وما بيبقاش عارف هو المفروض يعمل إيه أو يتصرف إزاي. وفي الوقت ده ألبرتو بيقترح عليه إنهم يهربوا لمدينة البشر، وبيفهموا إن والده ووالدته مستحيل يتوقعوا إنه هرب لهناك. ولكن وقتها لوكا بيرفض تماما وبيبقى شايف إن دي فكرة مجنونة. وساعتها ألبرتو بيحاول يقنعه وبيأكد له إنهم في المدينة دي هيلاقوا فيسب حقيقية كتير، وهناك هياخدوا واحدة وهيقدروا يروحوا بيها لأي مكان ويلفوا العالم كله. ولأن لوكا موهوم بالفيسبا بيغير رأيه وبيتحمس جدا وبيوافق على فكرة ألبرتو. وفعلا هما الاتنين بينطلقوا وبينطوا في البحر وبيبدأوا رحلتهم، وبيرجعوا لشكلهم الحقيقي وبيعوموا ناحية مدينة البشر، وبيفضلوا طول الطريق يلعبوا وبينطوا في الهواء، وبعدها بيرجعوا للبحر وبيبان إنهم فرحانين جدا ومستمتعين بوقتهم مع بعض. وفجأة هما الاتنين بيشوفوا مركب صيد وبيغطسوا بسرعة، وبيقدروا إنهم يطلعوا للسطح وبيعدوا من الصيادين وهما مستخبيين في قارب صغير. وبعدها بيدخلوا لمدينة البشر وبيعرفوا إن اسمها بورتوروسو، وبيشوفوا فيها ناس كتير. وفي الوقت ده لوكا بيكون منبهر جدا بكل حاجة شايفها حواليه، وبمجرد ما بياخد باله من صور البشر وهم بيصطادوا وحوش البحر بيخاف وبيتصدم جدا، وبيطلب من ألبرتو إنهم يمشوا من هنا ويهربوا بسرعة. ولكن وقتها ألبرتو بيهديه وبيشاور له على شخص بيقرب منهم، ولما لوكا بيشوف الشخص ده بينبهر جدا من الفيسبا اللي هو راكبها، وبيفضلوا هما الاتنين يتفرجوا عليها وبيبان إنهم فرحانين. وبيلاحظوا من تصرفات صاحب الفيسبا إنه شخص متكبر ومغرور جدا. وفجأة الأطفال اللي بيلعبوا في الشارع بيطلبوا من لوكا يرجع لهم الكرة بتاعتهم، ولما لوكا بيجي يعمل كده بيغلط وبيخلي الكرة تخبط في الفيسبا اللي قبل ما تقع على الأرض بيجي ولد وبينزل تحتها وبيلحقها. وساعتها صاحب الفيسبا بيترعب وبيروح يطمن عليها، ولما بيتأكد إنها سليمة بيقرب من لوكا وألبرتو وهو متعصب جدا، وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم إن اسمه إيركولي، وبيفهمهم إنه فاز ببطولة بورتوروسو 5 مرات علشان يقدر يشتري الفيسبا دي. وبيخلي زمايله يقيدوا لوكا وألبرتو وبيفضل يتريق عليهم، وبياخد لوكا وبيبقى عاوز يغرقه في النافورة بأي طريقة. وقبل ما المية تلمس لوكا وترجعه لشكله
شكله الحقيقي في بنت بتيجي تنقذه، وبتبدأ تزعق لإيركولي وتلومه بسبب اللي هو بيعمله. وساعتها إيركولي بيفضل يتريق عليها لأنها انسحبت من بطولة بورتوروسو السنة اللي فاتت. وبالرغم من كده البنت بتتجاهل كلامه وبتاخد لوكا وألبرتو على العجلة بتاعتها وبتمشي. وفي الوقت ده بيبان إن لوكا وألبرتو متضايقين من اللي حصل. وأثناء الطريق هما الاتنين بيسمعوا الشرطية وهي بتتكلم مع سكان المدينة، وبتعلن إن في جايزة كبيرة للأشخاص اللي هيقدروا يصطادوا وحوش بحر. وبسبب الكلام ده لوكا وألبرتو بيتصدموا وبيخافوا جدا، وما بيبقوش عارفين هما المفروض يتصرفوا ازاي. وبعد شوية البنت اللي أنقذتهم بتقف وبتعرفهم بنفسها وبتقول لهم إن اسمها جوليا، وبتتوقع إنهم من مدينة تانية وجم هنا علشان يشتركوا في بطولة بورتوروسو. وبترحب بيهم وبتتمنى لهم التوفيق في البطولة وبتودعهم وبتسيبهم وبتمشي. وفي الوقت ده لوكا وألبرتو ما بيبقوش فاهمين أي حاجة، وبيروحوا وراها وبيشوفوها وهي بتوزع طلبيات السمك على البيوت، وبيوقفوها وبيسألوها عن الجوائز اللي ممكن يكسبوها لو فازوا بالبطولة دي. وساعتها جوليا بتفهمهم إن الجوائز بتبقى عبارة عن فلوس، وإن الفلوس دي يقدروا يشتروا بيها أي حاجة، وبتشاور لهم على الفيسبا القديمة اللي جنبهم كمثال. وبمجرد ما لوكا وألبرتو بيشوفوا الفيسبا دي بينبهروا جدا، وبيقرروا إنهم يفوزوا بالبطولة علشان يشتروها. فبتتعصب جوليا من كلامهم وبتقول لهم إن مفيش حد هيفوز بالبطولة دي غيرها، وبتفهمهم إن البطولة مكونة من 3 مراحل، وهم السباحة وأكل المكرونة وركوب العجل. ولما جوليا بتسيبهم وبتمشي لوكا وألبرتو بتجيلهم فكرة وبيروحوا وراها وبيعرضوا عليها إنهم ينضموا لها ويكونوا فريق واحد. وفعلا جوليا بتعجبها الفكرة وبتطلب منهم يوروها مهاراتهم. ولما بتلاقي لوكا مش قادر يركب العجلة بتتصدم جدا، ولكن وقتها لوكا بيفضل يحاول لحد ما بيعرف وبينطلق بيها وهو خايف. ولما الدور بيجي على ألبرتو بيفهم إنه ما ينفعش يختار السباحة لأن المية هتكشف حقيقتهم، وبيعرف جوليا إنه ممكن ياكل المكرونة لأنه ما بيعرفش يعوم. فبتتصدم جوليا من كلامه وكالمتوقع بترفض إنهم ينضموا لها. وساعتها لوكا بيفضل يترجاها علشان تساعدهم، وبيفهمها إنهم هربانين من مدينتهم وما ينفعش يرجعوا لها تاني. وبيوضح لها إنه عمل كده لأن عيلته عاوزاه يروح يعيش في مكان بعيد جدا. وفي الوقت ده ألبرتو بيتدخل وبيساعده وبيقول سبب وهمي، وبيمثل على جوليا اللي بتتأثر وبتتعاطف معاهم وبتقرر تضمهم لفريقها. وبتعرف لوكا إنه هيبقى المسؤول عن مرحلة ركوب العجل، أما ألبرتو فيبقى المسؤول عن مرحلة أكل المكرونة، وإنها هتبقى المسؤولة عن مرحلة السباحة وكمان تدريبهم. وبتوضح لهم إن مش ناقصهم أي حاجة غير دفع رسوم الاشتراك في البطولة. وفي نفس اليوم بالليل بنروح لبيت جوليا، وجوه البيت بنشوف جوليا وهي بتعرف والدها إنها عزمت أصدقائها على العشاء. وفي الوقت ده لوكا وألبرتو بيبقوا مرعوبين من والد جوليا، وده لأنه شكله صياد قوي ومخيف جدا. وفجأة والد جوليا بيتكلم وبيقول إنه حاسس إن في وحوش بحر قريبة منهم، فبيتخض لوكا وبيغرق ألبرتو بالمية. ولما بيرجع لشكله الحقيقي بياخده وبيستخبوا تحت الطاولة، وبيحاول إنه يجففه من المية قبل ما حد ياخد باله من شكله الحقيقي. وفي اللحظة دي القط بتاع جوليا بيشوفهم وبيبدأ يهاجم لوكا. وبعد شوية والد جوليا بيقدم لهم العشاء وبيبدأوا كلهم ياكلوا. ووقتها لوكا وألبرتو ما بيبقوش عارفين يستخدموا الشوكة، وبيفضلوا ياكلوا بإيديهم بنهم شديد وبيعجبهم طعم الأكل جدا. وساعتها جوليا بتستغرب من طريقتهم في الأكل وبتحاول تنقذ الموقف، وبتفهم والدها إنهم أصدقائها في الدراسة ولكنهم من مدينة تانية، وبتعرفوا إنهم جم هنا علشان يشتركوا معاها في بطولة بورتوروسو. فبيتعصب والد جوليا لما بيعرف إنها عاوزة تشترك في البطولة دي، وبيقعد معاها على انفراد وبيفهمها إنه مش عاوزها تشترك، وده لأنها بتحبط جدا في كل مرة بتخسر فيها. وبيوضح لها إن مش معاهم فلوس كفاية لدفع رسوم للاشتراك. وبالرغم من كده جوليا بتوعد والدها إنها تتدرب أكتر، وبتأكد له إنها هتفوز المرة دي، وبتعرفه إنها هتشتغل مدة أكبر وبالتالي هيقدروا يجمعوا 8 رسوم للاشتراك. ولكن وقتها والدها بيعتذر لها وبيفهمها إن السمك قل كتير عن الفترة اللي فاتت. وفجأة ألبرتو بيتدخل وبيعرض عليه إنهم يشتغلوا معاه في صيد السمك، وبيوضح له إن هو ولوكا عندهم خبرة كبيرة في الصيد وأكيد هيقدروا يساعدوه. وفعلا والد جوليا بيوافق إنهم يشتغلوا معاه مقابل إنه يدفع لهم رسوم الاشتراك. وساعتها جوليا بتفرح وبتتحمس جدا وبتحضن والدها وهي في قمة سعادتها. وبعد شوية جوليا بتعتذر للوكا وألبرتو عن تصرفات القط بتاعها، وبتاخدهم لبيت الشجرة علشان يناموا فيه، وبتودعهم وبتدخل من الشباك لأوضتها. وقبل ما لوكا ينام ألبرتو بيحاول يطمنه وبيقوله إنهم هيعرفوا يتصرفوا زي البشر بالظبط، وإن طول ما هم مع بعض هيقدروا يواجهوا أي حاجة. وبيأكد له إنهم بمجرد ما هيشتروا
يشتروا الفيسبا هيسيبوا مدينة بورتوروسو وهيقدروا يروحوا أي مكان جديد ويلفوا العالم كله. وفي اليوم اللي بعده بنشوف والد ووالدة لوكا وهم بيخرجوا من البحر وبيروحوا علشان يدوروا على ابنهم في مدينة بورتوروسو، ولكنهم بمجرد ما بيجفوا من المية بيتحولوا لشكلهم البشري وبيفضلوا يهاجموا بعض لحد ما بيدركوا اللي حصل. وبنروح بعدها لوكا اللي بيتصدم أول ما بيصحى من النوم، وده لأن المطر نزل عليهم ورجعهم لشكلهم الحقيقي. وبيصحي ألبرتو وبيستخبوا هما الاتنين قبل ما جوليا تشوفهم وبيجففوا نفسهم من المية. وبعد شوية والد جوليا بيجي وبيطلب من بنته توزع طلبيات السمك على البيوت، وبيعرفها انه هياخد لوكا وألبرتو علشان يساعدوه في صيد السمك. وفعلا والد جوليا بياخدهم في القارب بتاعه وبيبعدوا تماما عن المدينة، وبيحاول يطمنهم وبيعرفهم انه مستعد لمهاجمة اي وحش بحر هيظهر لهم. وبيطلب من لوكا هو وألبرتو يسحبوا شبكة الصيد علشان يخرجوا منها السمك، ولكنهم للأسف لما بيعملوا كده ما بيلاقوش فيها اي حاجة. وفي اللحظة دي ألبرتو بتجيله فكرة وبيقرر انه ينفذها، وبيروح لوالد جوليا وبيشاور له على مكان معين وبيعرفه ان فيه سمك كتير. وبعد شوية جوليا بتشوف والدها ومعاه لوكا وألبرتو وهم راجعين بسمك كتير وبتنبهر جدا. وفي الوقت ده والد جوليا بيعرف بنته ان اصدقائها عندهم خبرة كبيرة في صيد السمك. ومن ناحية تانية بنشوف والد ووالدة لوكا وهم بيسرقوا لبس علشان يبقوا شبه البشر، وبيدخلوا لمدينة بورتوروسو وبيتصدموا من عدد الأطفال اللي بيشوفوهم وما بيبقوش فاهمين هم هيعرفوا ابنهم ازاي وسط كل الأطفال دول. وفي الوقت ده لوكا وألبرتو بيبقوا موجودين في مكان قريب منهم، ولكن لحسن الحظ والد ووالدة لوكا ما بيكونوش شايفينهم. وبعد شوية جوليا بتاخد لوكا وألبرتو علشان يشتركوا في بطولة بورتوروسو، وبيروحوا علشان يدفعوا الفلوس للموظفة المسؤولة عن البطولة اللي بتشرح لهم المراحل الثلاثة وبتعرفهم كل القواعد. وفجأة إيركولي بيجي وبيدفع رسوم الاشتراك في البطولة، وبيفضل طول الوقت يتريق على جوليا ولوكا وألبرتو، وكمان بيخلي واحد من زمايله يسرق منهم الفلوس اللي كانوا هيشتركوا بيها. وساعتها لوكا بيتريق على إيركولي وبيحاول يستفزه وبيقوله إنه شبه نوع سمك معين. ولما كل الأطفال اللي موجودين بيضحكوا إيركولي بيتعصب جدا وبيبدأ يخوف لوكا وبيرجع له الفلوس علشان يشترك في البطولة وبيفهمه إنه هيقضي عليه. وفي الوقت ده جوليا بتتدخل وبتخلي لوكا يتجاهل كلامه، وبتروح تدفع رسوم الاشتراك وبتاخد لوكا وألبرتو وبيمشوا. وبعد شوية جوليا وألبرتو بيبدأوا يدربوا لوكا على ركوب العجل، وده لحد ما بيوصلوا للمنحدر اللي المفروض هينزل منه في البطولة. ووقتها لوكا بيحاول يستجمع شجاعته وبينطلق بالعجلة بسرعة، ولكنه للأسف بيقع على الأرض. وبعدها جوليا ولوكا بيروحوا يدربوا ألبرتو على أكل المكرونة بالشوكة، ولما الدور بيجي على جوليا بيروحوا كلهم البحر، وبيبدأ لوكا هو وألبرتو يدربوها على السباحة وهم في القارب. وفي اللحظة دي إيركولي وزمايله بيشوفوهم وبيتجهوا ناحيتهم بسرعة كبيرة، وقبل ما يصطدموا بيهم واحد من زمايل إيركولي بيغير اتجاه القارب وبيغرق ألبرتو بالمية. ولما لوكا بيجي يجفف ألبرتو بيوقعوه في البحر بالغلط. وفي اللحظة دي إيركولي بيشك فيهم وبيلمح ديل ألبرتو بعد ما رجع لشكله الحقيقي. وقبل ما يركز ويشوفوا أو يهاجموا جوليا بتتدخل وبتهز القارب وبتشتته هو وزمايله. وبمجرد ما جوليا بتطلع على القارب لوكا بيساعد ألبرتو وبيحاول يجففه من المية بسرعة وبياخدوا القارب وبينطلقوا. ومن ناحية تانية بنشوف والد ووالدة لوكا وهم بيدوروا على ابنهم، وأثناء ما هم بيعملوا كده بيخبطوا بنت صغيرة بالكورة وبيوقعوها في النافورة بالغلط. وساعتها والدة لوكا بتجيلها فكرة مجنونة وبتبدأ تلعب كورة مع الأطفال وبتوقعهم في النافورة واحد ورا التاني علشان تعرف إذا كان ابنها واحد منهم ولا لأ. ولما بتتحمس أكتر وبتصرخ بصوت عالي لوكا بيسمعها وبيشك إن الشخصين اللي قدامه دول هم والده ووالدته. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف لوكا وهو قاعد مع ألبرتو، ووقتها جوليا كمان بتيجي وبتنضم لهم في بيت الشجرة وبتفضل تشجعهم لأنهم اتدربوا كويس النهاردة. وفجأة والد جوليا بيجي وبيطلب من ألبرتو يجي يساعده في سحب شبكة الصيد، وفعلا ألبرتو بيسيبهم وبيمشي وبيبان عليه الحزن الشديد. وبعد شوية لوكا بيسأل جوليا عن السبب اللي مخليها عاوزة تفوز بالبطولة، فبترد عليه جوليا وبتفهمه إنها في أيام الدراسة بتروح تعيش مع والدتها، وبتوضح له إن المدرسة بتاعتها موجودة في نفس المدينة اللي والدتها عايشة فيها. وبتحكي له إنها لما بتيجي هنا في فترة الصيف كل الأطفال بيتريقوا عليها، وده لأنهم طول الوقت شايفينها بنت غريبة وفاشلة، وعلشان كده هي عاوزة تفوز بالبطولة وتثبت لهم إنهم غلطانين. وفي اللحظة دي لوكا بيتعاطف معاها وبيحاول يشجعها وبيعرفها إنهم بمجرد ما هيفوزوا بالبطولة هيشتروا الفيسبا اللي هو وألبرتو بيحلموا بيها، وبكده هيقدروا يروحوا لأي مكان جديد ويلفوا العالم كله، وكمان هيتفرجوا على الأسماك المضيئة اللي في
السما بكل سهولة. فبتستغرب جوليا من كلام لوكا وبتعرفه إن الأضواء اللي موجودة في السما دي مش أسماك، وبتروح تاخد كتابها وبتطلب من لوكا يجي وراها، وبيفضلوا هما الاتنين يتنقلوا على أسطح البيوت لحد ما بيوصلوا لمكان معين، وهناك جوليا بتوري لوكا جهاز التلسكوب وبتخليه يبص فيه، وكالمتوقع لوكا بيكون منبهر جدا من اللي هو شايفه. وساعتها جوليا بتعرفه إن دي نجوم مش أسماك مضيئة زي ما هو متخيل، وبتشرح له إنهم عايشين على كوكب معين موجود وسط مجموعة من الكواكب، وإن كل الكواكب دي بتلف حوالين الشمس بنظام معقد جدا، وبتبدأ تفهمه معلومات أكتر عن المجموعة الشمسية. وساعتها لوكا بيدرك إن ألبرتو كان غلط، وبيتخيل إنه بيجري على حلقات كوكب زحل، وبيروح يركب طيارة شراعية وبيطير ورا جوليا وسط النجوم، وبينزل على الأرض من تاني وبيشوف أهم المعالم الأثرية. وبتفضل جوليا تفرج لوكا على كل حاجة في كتاب العلوم بتاعها، وبتوريله الخريطة وبتعرفه أسماء المدن والاختراعات الجديدة. وفي الوقت ده لوكا بيبقى منبهر جدا بكم المعلومات اللي بيعرفها. وبعدها جوليا بتحكي له إنها لما هترجع للمدرسة هتستخدم التلسكوب الكبير علشان تشوف المجرات. فبيتحمس لوكا وبيفرح جدا وبيطلب منها تبقى تحكي له عن كل حاجة هتشوفها. وفعلا جوليا بتوافق وبتديله كتاب العلوم بتاعها وبتطلب منه يحتفظ بيه. فبيفرح لوكا وبيشكرها وبيبان إنه في قمة سعادته. وفجأة ألبرتو بيجي وبيطلب من لوكا إنه يجي معاه، والأول مرة بيبان على ألبرتو إنه متضايق من جوليا وغيران على صديقه. وبعدها ألبرتو بياخد لوكا وبيروح يتفرجوا على الفيسبا اللي هيشتروها، وكمان بيوري له كل التعديلات اللي ضافها على الرسمة بتاعتهم. وساعتها لوكا بيقول لألبرتو إنهم ممكن يشتروا تلسكوب كمان، وبيقترح عليه إنهم يروحوا يزوروا جوليا مرة في المدرسة. فبيتضايق ألبرتو من كلام لوكا وبيفكروا إنهم كانوا عاوزين الفيسبا علشان يعيشوا براحتهم ويلفوا العالم كله، وبيأكد له إن وحوش البحر ما ينفعش يدخلوا مدارس. وفجأة إيركولي بيجي وبيقاطع كلامهم وبيفضل يتريق عليهم وبيعرفهم إنه حاسس إنهم مخبيين حاجة وبيحاول يستفزهم. وفي اللحظة دي ألبرتو بيقاطعه وبيتريق عليه هو كمان، وبيقول له إن ذكائه محدود جدا وإن كل الأطفال عارفين كده. فبيتضايق إيركولي وبيخلي زمايله يمسكوا ألبرتو وبيضربوه، ولكن فجأة لوكا بيتدخل وبيهدده بالرمح وبيخليهم يسيبوا ألبرتو، وبيروح ياخد كتاب العلوم وبيمشوا بسرعة هما الاتنين وبيرجعوا للبيت. وفي تاني يوم بنشوف لوكا وهو بيتدرب على العجلة وبيحاول يسحب العربية ويوصل بيها لقمة المنحدر. أما ألبرتو فبنشوفه وهو بيتدرب على أكل المكرونة، وبعدها بيروح يساعد والد جوليا في صيد السمك. ومن ناحية تانية بنشوف والد ووالدة لوكا وهم بيحاولوا يغرقوا الأطفال بطرق مختلفة، وده علشان يعرفوا إذا كان لوكا واحد منهم. وفي اليوم اللي بعده جوليا بتروح تصحي لوكا وألبرتو من النوم وبتفكرهم إن فاضل يومين على البطولة، وبتشربهم قهوة علشان يفوقوا، وبيرجعوا كلهم يتدربوا. وبعد شوية بنشوف والد جوليا وهو بيعلم ألبرتو إزاي ياكل المكرونة بالشوكة. وبنروح بعدها لوكا اللي بينطلق بالعجلة وبيحاول يوصل لقمة المنحدر، وبنلاحظ إنه بيتطور بشكل كبير. وبنرجع تاني لوالد ووالدة لوكا وبنشوفهم وهم لسه عند النافورة، وبنلاحظ إن والدة لوكا متضايقة من نفسها جدا لأنها كانت قاسية عليه. وفجأة لوكا بيعدي من قدامها وهو راكب عجلة ومعاه جوليا وألبرتو، وبمجرد ما والدته بتبصله بتعرف إنه ابنها وبتجري وراه هي ووالده. ولكن وقتها لوكا بينطلق بسرعة وبيدخل في شارع جانبي وبيقدر إنه يهرب منهم، وبيفضل منطلق بالعجلة لحد ما بيوصل بجوليا وألبرتو لقمة المنحدر. وهناك جوليا بتهنيه وبتفرجه هو وألبرتو على القطر اللي بيروح للمدينة اللي فيها مدرستها. وفي اللحظة دي ألبرتو بيتعصب وبيتريق على كلامها وعلى المدرسة بتاعتها، وبيفكرها إنه لوكا صديقه الوحيد وإنه عارف هيساعده إزاي. وبيركب العجلة وبياخده وبينطلق بسرعة جنونية وهو بينعطف وسط الشوارع الضيقة. ولما لوكا بيحاول يوقفه بيخبطوا في الرصيف وبيقعوا في البحر هما الاتنين، وبيستخبوا بسرعة علشان جوليا ما تشوفهمش وبيبعدوا عن المكان تماما. وفي اللحظة دي بنشوف إيركولي وزمايله وهم واقفين على الشاطئ، وبنفهم إنهم بيدوروا على وحوش البحر علشان يصطادوها وياخدوا المكافأة. وبعد شوية لوكا وألبرتو بيخرجوا من البحر، ووقتها لوكا بيفضل يلوم ألبرتو على اللي هو عمله. فبيستغرب ألبرتو من تصرفاته وبيفكروا إنهم جم هنا يفوزوا بالبطولة ويشتروا الفيسبا، وبيعرفوا إن بمجرد ما ده هيحصل هيمشوا من المدينة دي لأنها جننته. فبيتوتر لوكا وبيتعصب على ألبرتو وبيزعق له وبيفهمه إنه ما بقاش عاوز أي حاجة غير إنه يروح المدرسة مع جوليا. فبيتضايق ألبرتو من كلام لوكا وبيتخانقوا مع بعض، وكل واحد منهم بيفضل يلوم التاني. وقبل ما المشكلة تكبر أكتر جوليا بتيجي وبتحضنهم وبتطمن إنهم كويسين. وساعتها لوكا بيسألها إذا كان يقدر هو وألبرتو يروحوا معاها المدرسة، فبتفرح جوليا وبتقول لهم إن دي أجمل فكرة سمعتها، وبتأكد له إنهم يقدروا
يقدروا يجوا معاها. فبيتضايق ألبرتو وبيتعصب أكتر وبيسأل جوليا إذا كانت المدرسة بتقبل وحوش البحر. فبتستغرب جوليا من سؤاله وما بتبقاش فاهمة هو يقصد إيه. ولما لوكا بيسمع الكلام ده بيحاول يوقف ألبرتو ولكنه بيبعده وبيروح ينط في البحر. ولما جوليا بتيجي تخرجه بتتصدم لما بتلاقيه رجع لشكله الحقيقي وبتصرخ من الخوف. وللأسف لوكا بيتوتر وما بيبقاش عارف هو المفروض يعمل إيه أو يتصرف إزاي، وبيمثل إنه ما كانش يعرف إن ألبرتو وحش بحر وبيبعد عنه. فبيتصدم ألبرتو من تصرف لوكا وما بيبقاش مصدق إن صديقه الوحيد اتخلى عنه. والمصيبة الأكبر إن إيركوليه وزمايله بيسمعوا صراخهم وبيروحوا يقربوا منهم وبيشوفوا ألبرتو بعد ما رجع لشكله الحقيقي وبيهاجموه بالرماح. وفي الوقت ده ألبرتو بيغوص في البحر وبيهرب وهو حزين جدا. وكالمتوقع جوليا بتبدأ تشك في لوكا هو كمان. ولما بيرجعوا للبيت هما الاتنين بيعرفوا والد جوليا إن ألبرتو مشي. وساعتها والد جوليا بيتضايق وبيقول إنه كان ولد طيب وبيقرر إنه يروح يدور عليه علشان يرجعه. ولأن جوليا بتبقى شاكة في لوكا بترش عليه مية وبتتأكد إنه وحش بحر زي ألبرتو، وبتفضل تلومه لأنهم اختاروا مدينة كل سكانها عاوزين يصطادوا وحوش البحر. ولما لوكا بيعتذر لها وبيحاول يوضح لها اللي بيحصل جوليا بتقاطع كلامه وبتبقى متضايقة لأنهم خدعوها وبتفهمه إن دي كانت أجمل فترة عدت عليها في حياتها. وبتستغرب من إنهم خاطروا بحياتهم وجم هنا علشان الفيسبا. وفي اللحظة دي لوكا بيحاول يفهمها كل حاجة وبيوضح لها إنهم عملوا كده علشان عيلته عاوزينه يروح يعيش مع عمه في أعماق المحيط. ولأن جوليا بتبقى خايفة على لوكا من اللي ممكن يحصل بتحاول تدور على حل وبتطلب منه يمشي من هنا بسرعة قبل ما حد يكتشف حقيقتهم. وفعلا لوكا بيدرك الموقف وبيعتذر لها لأنهم خدعوها وبيسيبها وبيمشي. وبعد شوية بيروح ينط في البحر وبيرجع للجزيرة من تاني. وبيستغرب لما بيلاقي سلم البرج مكسور وبيقلق جدا وبيحاول يتسلق البرج لحد ما بيوصل لبيت ألبرتو. وبيتصدم لما بيلاقي كل حاجة فيه متدمرة وكمان الرسمة بتاعتهم متقطعة. وبيشوف علامات معينة كانت مستخبية ورا صورة الفيسبا وما بيبقاش فاهم معناها. وبيطلع لقمة البرج بسرعة وبيعتذر لألبرتو عن تصرفه معاه وبيسأله عن معنى العلامات اللي موجودة على الجدار. فبيرد عليه ألبرتو بيفهمه إنه كان بيرسمها علشان يعد الأيام من بعد ما والده سابه لوحده، ولكنه بطل يرسمها من وقت ما قابله وما بقاش بيعد الأيام. فبيتأثر لوكا لما بيفهم إن ألبرتو كان عايش لوحده على الجزيرة طول الفترة دي. وبعد شوية ألبرتو بيكمل كلامه وبيعرف لوكا إن والده زمان قاله إنه كبر كفاية وإن الأفضل إنه يعيش لوحده، وفعلا سابه وتخلى عنه. وساعتها ألبرتو بيبقى شايف إن والده مش غلطان وإن المشكلة فيه هو. ولكن وقتها لوكا بيقاطعه وبيوضح له إن ده مش صح، وده لأنه علمه حاجات كتير وخلاه يحلم يلف العالم. وبالرغم من كده ألبرتو بيبقى شايف إن الأفضل للوكا إنه يفضل بعيد عنه وبيطلب منه يسيبه ويروح يكمل حياته. فبيتأثر لوكا وبيرفض يتخلى عن صديقه وبيوعده إنه هيفوز بالبطولة وإنه هيشتري الفيسبا علشان يلفوا العالم مع بعض زي ما كانوا بيحلموا. وبينط من فوق البرج وبيجري وهو متحمس جدا. وفي تاني يوم بنشوف كل الأطفال وهم بيستعدوا لبداية سباق السباحة. وفي الوقت ده الموظفة المسؤولة عن البطولة بتعرفهم قواعد السباق وبتطمنهم إن في صيادين جاهزين علشان يصطادوا وحوش البحر لو ظهروا في أي مكان. وفي اللحظة دي جوليا بتشوف لوكا وهو بيطلب من الموظفة إنه ينفصل عن أصدقائه اللي معاه في الفريق، وبتستغرب جدا وما بتبقاش فاهمة هو بيخطط لإيه. ومن ناحية تانية بنشوف والد ووالدة لوكا وهم بيدوروا على ابنهم وبيقرروا إنهم يبقوا من المتطوعين علشان يساعدوا الأطفال اللي في البطولة. وفي اللحظة دي بنشوف كل الأطفال وهم بيستعدوا للسباق. وفجأة إيركوليه بيجي وبيغرق المتسابق بتاعه بالزيت علشان يعوم بسرعة. وكمان والد جوليا بيجي وبيفضل يشجع بنته علشان تفوز بالبطولة. وبيتصدم هو وكل اللي موجودين لما بيشوفوا لوكا بينضم للمتسابقين وهو لابس بدلة الغوص. وكالمتوقع جوليا بتبقى قلقانة وخايفة عليه جدا. وبمجرد ما السباق بيبدأ كل المتسابقين بينطوا في البحر وبيعوموا بسرعة ناحية الحاجز اللي هيعدوا من حواليه. وده على عكس لوكا اللي بيمشي ببطء تحت المية علشان محدش يشوفه. ولحسن الحظ في سمك بيجي وبيهاجم المتسابق بتاع إيركوليه لأنه غرقان بالزيت. وساعتها جوليا بتستغل الفرصة وبتلف حوالين الحاجز وبتبقى في المقدمة. وفي اللحظة دي خوذة لوكا بتتكسر وللأسف المية بتتسرب جوه البدلة. وبالرغم من كده لوكا ما بيستسلمش وبيروح يلف حوالين الحاجز هو كمان. وبنرجع تاني لجوليا اللي بتخرج من البحر وبتبدأ في مرحلة أكل المكرونة. ولما لوكا بيجي يخرج من البحر إيركوليه بيشوفه وبيوقعه. وساعتها لوكا بيستخبى في البدلة وبيجفف نفسه من المية بسرعة وبيروح يبدأ في مرحلة أكل المكرونة هو كمان. وفي اللحظة دي المتسابق بتاع إيركوليه بيخرج من البحر
وبيسلم على زميله اللي بيروح يبدأ مرحلة أكل المكرونة، وبيحاول يعدي لوكا وجوليا اللي بتخلص طبقها بسرعة وبتاخد العجلة بتاعتها وبتنطلق. فبيتعصب إيركوليه من اللي حصل ده وبيأكل المتسابق بتاعه غصب عنه، وبمجرد ما بيخلص طبقه بيركب العجلة بتاعته وبينطلق ورا جوليا. وبعدها لوكا بيخلص طبقه وبياخد العجلة وبينطلق وراهم هما الاتنين. وفي اللحظة دي والد ووالدة لوكا بيبقوا شاكين إن ابنهم واحد من المتسابقين، وأول ما لوكا بيشوفهم بيروح يعتذر لهم وبيهرب بسرعة. وساعتها هما الاتنين بيبقوا منبهرين لأنه منطلق بسرعة جنونية. وفجأة السحب بتبدأ تتكون فوق مدينة بورتروسو، وبالرغم من كده لوكا بيستمر في التقدم بالعجلة بتاعته وبيستجمع قوته وبيقدر يعدي من المتسابقين واحد ورا التاني. وبعد شوية إيركوليه بيوصل لجوليا وبيتريق عليها وبيعدي منها، ولكن فجأة لوكا بيجي وبيسبقه وبيبعد عنه وبيتجه لقمة المنحدر. وعلى غير المتوقع السما بتبدأ تمطر عليه، وساعتها لوكا بيخاف وبيستخبى بسرعة تحت مظلة على الطريق، وده علشان المطر ما يرجعوش لشكله الحقيقي. ووقتها ما بيبقاش عارف هو المفروض يعمل ايه او يتصرف ازاي. وفجأة لوكا بيلاقي ألبرتو بيجري ناحيته وجايب له مظلة علشان يقدر يكمل السباق، وبيفرح جدا. ولكن لسوء الحظ إيركوليه بيجي وبيتريق على لوكا وبيعدي منه وبيتجه بسرعة ناحية ألبرتو وبيخبطه وبيوقعه على الأرض. وبسبب اللي حصل ده المطر بينزل عليه وبيغرقه وبيرجعه لشكله الحقيقي. وساعتها كل اللي موجودين بيتصدموا لما بيشوفوا ألبرتو وبيكتشفوا إنه وحش بحر، وبيكون من ضمنهم إيركوليه اللي بيسيب العجلة علشان يروح يصطاده. وفي اللحظة دي ألبرتو بيطلب من لوكا ما يتدخلش علشان يفوز بالبطولة، وبيحاول يخوف إيركوليه علشان يبعده عن طريق لوكا. ولكن فجأة في شبكة بتترمي عليه وبتوقعه على الأرض. وفي اللحظة دي لوكا بيقرر إنه ما يتخلاش عن صديقه، وبينطلق بالعجلة وبيتجاهل المطر اللي بينزل عليه وبيرجع لشكله الحقيقي. وبيمد إيده لألبرتو وبياخده وبينطلقوا بأقصى سرعة علشان يهربوا. فبيتعصب إيركوليه وبياخد الرمح بتاعه وبيركب العجلة بتاعته وبينطلق وراهم. ولما جوليا بتشوف اللي حصل بتتصدم وبتروح وراهم هي كمان. وفي الوقت ده لوكا بيحاول ينطلق بأقصى سرعة علشان يهرب من إيركوليه اللي بيفضل يجري وراهم علشان يصطادهم بأي طريقة ممكنة. أما جوليا فبتحاول تقرب منهم وبتبقى عاوزة تساعدهم. وقبل ما إيركوليه يرمي الرمح على لوكا ألبرتو بيغير اتجاه العجلة وبيدخلوا هما الاتنين جوه واحد من البيوت وبيخرجوا من الشباك وبينزلوا من على السلم ورا إيركوليه. وبمجرد ما والد ووالدة لوكا بيشوفوهم بيتصدموا وبيجروا وراهم. وبعد مطاردة طويلة إيركوليه بيقدر يحاصر لوكا وألبرتو وبيبقى على وشك إنه يهاجمهم بالرمح ويقضي عليهم. وقبل ما يعمل كده جوليا بتستجمع شجاعتها وبتخبط فيه وبتوقعه. وبسبب الحادث ده جوليا هي كمان بتقع وبتتدحرج هي وإيركوليه على الأرض. وبمجرد ما لوكا وألبرتو بيشوفوا جوليا وهي واقعة على الأرض بيحزنوا جدا وبيقرروا ما يتخلوش عنها وبيوقفوا العجلة علشان يروحوا لها ويساعدوها. وفي الوقت ده كل اللي موجودين بيبقوا مصدومين من اللي هم شايفينه. وفجأة والد جوليا بيجي وبياخد رمح علشان يصطادهم، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقيهم بيطمنوا على جوليا وبيسندوها. وبمجرد ما بيشوف وشهم بيعرف انهم لوكا وألبرتو وبيتصدم جدا. وفجأة كل الصيادين بيتجمعوا حواليهم وبيحاصروهم من كل مكان. وكمان إيركوليه بيجي وبيقول انه اول واحد شافهم وانه هو اللي هياخد المكافأة، وبيهددهم بالرمح وبيستعد علشان يقتلهم. وعلى آخر لحظة والد جوليا بيتدخل وبيوقفه وبيقرب منهم وبيقول لكل اللي موجودين ان دول مش وحوش وانهم لوكا وألبرتو اصدقاء بنته جوليا، وبيمنع الصيادين من انهم يقربوا منهم وبيدافع عنهم قدام اللي موجودين. وفجأة الموظفة المسؤولة عن البطولة بتيجي وبتشوف العجلة بتاعتهم وبتعلن نهاية السباق وبتقول ان فريق لوكا واصدقائه هو اللي فاز بالبطولة. وساعتها والد جوليا بيقرب من ألبرتو وبيعرفه انه طول الوقت كان بيعتبره ابنه، وبيرفع ايده لفوق وبيهنيه هو وفريقه على الفوز بالبطولة. وبسبب اللي حصل ده إيركوليه بيتعصب جدا وبيقول ان ده مستحيل لانهم وحوش. ولكن وقتها لوكا واصدقائه بيتريقوا عليه وبياخدوا منه الرمح وبيكسروه. وبعدها والد جوليا بيتكلم مع الصيادين وسكان مدينة بورتروسو وبيطلب ينسوا موضوع اصطياد الوحوش تماما. وفعلا كل اللي موجودين بيوافقوا وبيكسروا الرماح بتاعتهم. وفجأة زمايل إيركوليه بييجوا وبياخدوه وبيرموه في النافورة. وفي اللحظة دي والد ووالدة لوكا بيوصلوا وبيرجعوا لشكلهم الحقيقي وبيحضنوا ابنهم وهم فرحانين جدا باللي هو عمله. وبعد شوية الموظفة المسؤولة عن البطولة بتسلم الكاس للوكا وأصدقائه اللي بيفرحوا جدا وبيحيوهم كل اللي موجودين وبيحتفلوا بيهم. وكان متوقع لوكا وألبرتو بيروحوا يشتروا الفيسبا اللي كانوا بيحلموا بيها، وبيبان انهم متحمسين جدا وفي قمة سعادتهم.
وبنشوف والد جوليا وهو عازم والد ووالدة لوكا على العشاء، والمفاجأة إن جدة لوكا بتنضم لهم وبتعرفهم إنها بتيجي هنا في كل الأجازات. وفي الوقت ده لوكا وأصدقائه بيبقوا فرحانين جدا باللي هم عملوه. وبعد فترة قصيرة في محطة القطر بنشوف جوليا وهي بتحضن والدها وبتركب القطر وبتودع لوكا وألبرتو وبتشكرهم. وفجأة والد ووالدة لوكا بيوصلوا لمحطة القطر ومعاهم الحقيبة بتاعته، وبيقولوا له إنهم وافقوا إنه يروح المدرسة مع جوليا، وبيعرفوه إن صديقه ألبرتو هو اللي خطط لكل حاجة، وإن هو اللي اشترى له تذكرة القطر وكمان دفع له رسوم المدرسة. فبيستغرب لوكا من كلامهم وبيروح يسأل ألبرتو هو عمل كده إزاي، فبيرد عليه ألبرتو وبيعرفه إنه باع الفيسبا علشان يحقق له حلمه. فبيفرح لوكا وبيحضن والده ووالدته وبيودعهم، وبيرجع لألبرتو وبيسأله عن الحاجات اللي هياخدها معاه في السفر. وفي اللحظة دي ألبرتو بيوضح له إن الفلوس ما كانتش كفاية غير لفرد واحد، وبيفهمه إنه هيفضل هنا مع والد جوليا علشان يساعده في صيد السمك. فبيحزن لوكا وبيقول لألبرتو إنه مش هيقدر يسيبه لوحده ويروح من غيره، ولكن وقتها ألبرتو بيشجعه وبيديله رسمة بتاعتهم بعد ما لزقها، وبيشكره لأنه كان السبب في خروجه من الجزيرة، وبيفهمه إنه هيفضل معاه دايما. فبيتأثر لوكا وبيحضنوا بعض هما الاتنين وبيعيطوا. وبعد شوية القطر بياخد لوكا وجوليا وبيتحرك من المحطة وبينطلق، وساعتها ألبرتو بيجري وراه وبيودع لوكا تحت المطر اللي بيرجعه لشكله الحقيقي. ومن ناحية تانية لوكا بيحزن جدا وبيعيط وبيرجع لشكله الحقيقي هو كمان. وأخيرا لوكا وألبرتو بيقدروا يغيروا مصيرهم بعد ما خاضوا مغامرة خطيرة علشان يحققوا حلمهم وتعلموا المعنى الحقيقي للتضحيات والصداقة. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبوا ومنتجوا باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة موفي ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.